الفكرة الاسم بيتبعت ليه غلط لأن الصينيين بيكتبوا اسم العيلة الأول. يعني أنا مثلا اسمي أحمد عكرة، تسأله تقول له اسمك إيه يقول لك عكرة أحمد. هم كده الصينيين. بس حولنا الفلوس، رجعت أسيوط أنتظر الموبايلات تيجي، الموبايلات ما جاتش. اتصلت بشركة الشحن، يا جماعة ده أنا ليا شحنة رقم كذا وكذا وكذا ومتأخر. قال لك لا، ده الشحنة بتاعتك وقفت بسبب تصريح. فتصريح ايه؟ لازم تروح تاخد تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علشان تاخد الشحنة بتاعتك. سافرنا القاهرة تاني علشان نشوف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. رحت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مكان فخم شيك في الحي السادس مدينة نصر. لو سمحت انا ليا شحنتك ايه؟ كنت جايب 5 موبايلات عينة وكده. قال لي انت شركة؟ قلت له لا انا مش شركة. قال لي مش هينفع تستلم. يا عم ليه؟ كاني ماني. قال لك مش هينفع تستلم. ليه؟ قال لك لازم شركه، يا تعمل تفويض لشركه يا تعمل اعدام ل3 وتستلم 2. ادور على شركه ما اعرفش حد. فكان الامور ايه؟ قال لك ان هم لازم يتعدموا. قلت له طب انتوا فين المدير؟ قال لي المدير فوق. خدت رقم ولبسوني بتاع كده مكتوب عليه جست، وطلعت رحت سايب البطاقه تحت في الامن ورحت طلعت. اقسم بالله العلي العظيم ما شفت في تناكد ولا عجرفه قد ما شفت في المدير ده نهائيا. يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بعد 11 سنه ان شاء الله ان شاء الله تكون شفته في عيالك. ان شاء الله عيالك يكونوا شافوا الحوجه اللي حصل. فبقول له السلام عليكم، انا ظروفي كذا وكذا وكنت جايب موبايلات بتاع. قال لي لا، لازم يتعدموا، القانون قانون. قلت له يا باشا بس يعني هو القانون ده ملوش استثناءات؟ قال لي لا ملوش استثناءات. قلت له والله العظيم انا ابويا ميت من شهر وانا ما عنديش اي مصدر دخل خالص، والموبايلات دي اخر فلوس معايا. استأذنك اعمل اي تجاوز او شوف لي اي حل علشان تدخله. قال لي لا القانون قانون. قلت له يا فندم موبايلات الصيني في الشارع ماليه الدنيا، اعمل لي اي تجاوز اعتبرني صيني. قال لي لا القانون قانون. مرضيش نهائيا غير ان انا اعدم 3 وراح مديني موبايلين. بعت الواحد ب 200 جنيه باين ولا ب 150، فتحصلت على 300 400 جنيه. فخسرت يعتبر كده كل الفلوس، لان انا كنت عمال اسافر رايح القاهره جاي ومعتبر انها هجيب عينه والعينه هبيعها والقصه دي، والحمد لله فلست تمام. خرجت من مكتب الراجل ده كل غضب، والله العظيم كل غضب. يعني مش عارف اعمل ايه فعلا، والله مش عارف اعمل ايه. لابس كارنيه كده مكتوب عليه زائر، فرحت قلعه ورحت راميه على الارض والله العظيم. فانا نزلت، فالامن قال لي اطلع هات الكارنيه بدل ما اعمل لك مشكله. قلت له ده ما رضيش يديني الاجهزه قال لي اطلع هات الكارنيه علشان ما اعملش معاك مشكله ومش هدي لك البطاقه بتاعتك. طلعت زي الكلب، جبت الكارنيه ونزلت اديتهوله، راح مديني البطاقه ورحت ماشي. اقسم بالله ما كان عندي كره وغضب للبلد قد اليوم ده. متضايق ومخنوق وعايز اكسر وعايز اعمل حاجات كتير خالص بسبب الراجل ده. ومش عارف اعمل ايه. ماشي في الشارع والله العظيم والله العظيم، ماشي في الشارع الدموع تنزل من عيني مش عارف اوقفها. هو بالنسبه له موقف عادي. النهارده بعد 11 سنه انا فاكر الموقف كويس جدا. وقتها كتبت خاطره كده وانا في الطريق، كنت اكتب: اشعر وكأنني في معركة وقد انهكت كل قواي وكسر سيفي وتهتك ذرعي، لأتلقى الطعنات من كل جانب، لتجزع أنفي وتبكر بطني وتقطع أطرافي، ولا أقوى على الدفاع ولو بالقليل، وكل ما أفعله هو أنني أحاول البحث
عن مكان خارج ساحة القتال لأضمد جروحي، ثم أعود لأعاود القتال.